ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو لسه ما بتعرفيش تعملي الاكلير، تابعي الفيديو ده وان شاء الله هتبقي استاذه فيه. هتعملي منه احلى اوردرات. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في الكاسرولة على الميزان كده 250 جرام من الميه. والحاجه اللي بتحتاج ميزان يا جماعه، انا بقول لكم بتحتاج ميزان. الحاجه اللي مش بتحتاج ميزان بعملها معاكم والله بالكوبايه. بس ما بحبش حاجه يعني تبقى بالميزان، محتاجه ميزان مظبوط. واجي انا اعملها بالكوبايه تبقى مره مظبوطه مره مش مظبوطه. يفضل تستخدموا الميزان، وبالذات هو سعره مش عالي يعني. حطيت 250 جرام ميه. هحط عليهم 150 جرام زبده وزيت مع بعض، سواء 75 جرام زبده او 75 جرام معاهم زيت، او 50 جرام زبده و100 جرام زيت او العكس. المهم ان الخليط كله على بعضه يبقى 150 جرام. وحطيت عليهم معلقه كبيره سكر ورشه ملح. رفعت المقدار ده على النار. اول ما يبدأ في الغليان على طول هحط عليهم 250 جرام دقيق. يعني احنا عندنا هنا الدقيق قد المية، 250 جرام مية 250 جرام دقيق. طبعا لو عايزة تضاعفي الكمية هتبقى 500 جرام مية 500 جرام دقيق و300 جرام زبدة على زيت. تمام كده. اول ما الخليط بدأ يغلي على النار على طول، جبت قدام الكاميرا. بصراحة انا كسلت اودي الكاميرا هناك، ايدي كانت وجعاني فمعرفتش بقى انقل الستاند هناك على البوتاجاز وكده. فاول ما غلي جبته قدامكم على الكاميرا على طول، حطيت عليه الدقيق وقلبته، وبعدين رجعت رفعته تاني على النار. فضلت اقلب فيه لمدة 5 او 6 دقايق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فضلت اقلب فيه كويس جدا على نار هادية لحد ما بقى بالشكل ده، وعمل قشرة بسيطة خالص في الكسرولة من تحت. بسيبه يبرد خالص قبل ما احط البيض عليه، او احطه في العجان واشغل على اول سرعة لحد ما يبرد خالص برضه. الطريقتين بيبقى حلو جدا وبيبقى ناجح جدا. انا عشان انا اسرع بس الموضوع على نفسي فبحطه في العجان على اول سرعة علشان يتقلب بسرعة كده ويبرد. بعد كده بدأت احط 4 بيضات واحدة واحدة لحد ما البيض يختفي خالص. المقدار ده بياخد 5 بيضات، لكن انا ببدأ ب4. وبعد كده بشوف قوام العجين معايا، لو لقيته تقيل قوي محتاج كمان بيضة بزود بيضة. لو لقيته مظبوط يبقى خلاص. طبعا ده بيكون حسب حجم البيض. بسيبه يتقلب شوية كده وبعد كده هشوف القوام بتاعه. كده العجينة تقيلة شوية، محتاج كمان ان انا احط بيضة. هضيف البيضة كمان. وانتوا بتحطوا الفانيليا ما تكتروش الفانيليا علشان بس ما يمررش معاكم، اهم حاجة. ده القوام بتاعه المظبوط، شايفين عامل ازاي؟ برضو مش بيلزق قوي ولا سايب ولا هو جامد. وهستعمل القمع ده بتاع الاكلير. واي قمع مشرشر على فكرة تقدري تستعمليه، مش شرط ده خالص. وممكن كمان قمع سادة. يعني انا ماما الله يرحمها كانت تعمل الاكلير ده بالقمع السادة خالص، ما تعملش بقمع مشرشر. عملت اول واحدة وقستها معاكم بالمسطرة 12 سنتي، وطوله كده بيكون مناسب جدا لحجم الاكلير الكبير. والميني بتكون من 6 ل 7 سنتي. انا عملت الدستة اللي مطلوبة مني 12 سنتي، وبعد كده الباقي من العجينة عملته ميني. بعمل اول واحدة بس وبقيس عليها كده. الباقي عملته ميني زي ما انتم شايفين. بدخله الفرن على درجة حرارة 180، بياخد 35 ل 40 دقيقة. هنعمل دلوقتي الكريمة بتاعته. خدت نص كيلو لبن عشان انا عاملة مقدار واحد. لو عاملة مقدارين هاخد كيلو اللبن كله. هنحط على النص كيلو اللبن 4 ل5 معالق سكر. وهنرجع نظبط بقى السكر بتاع الكريمة، يعني الكريمة مش هحط لها سكر كتير خالص. وبعد كده دول كيسين من الكاسترد، انا هاخد كيس ونص. بس انا حبيت اشوف معاكم الكيس بالمعلقة كده قد ايه، عشان في ناس قالت برضو احط قد ايه لو معايا علبة. مش معايا كيس، الكيس فيه معلقتين ونص كبار زي ما انتم شايفين كده. معلقتين ونص مليانين. فانا هاخد كيس ونص، يعني خدت الكيس ده اهو معلقتين ونص. وهاخد معلقة وربع كده مليانين برضو من الكيس التاني، علشان لو عندك علبة تعرفي تعايري المقدار مظبوط. هنحط كمان نقطتين كده فانيليا وما نكترش خالص عشان ما تمررش الكريمة. وهرفع برضو المقدار ده كده على النار، وايدي فيه هفضل اقلب فيه لحد ما يبقى القوام بتاعه زي المهلبية كده بالظبط. وبعد كده هغطيه يكون بس الكيس كده ملامس للوش بتاع الكاسترد عشان ما ينشفش. وهسيبه يبرد خالص.
وممكن احطه في التلاجة كمان لحد ما اعمل الكريمة وكله يكون هو برد برضو عشان ما يسيحش الكريمة. ده الاكلير بعد ما طلع من الفرن. وهنعمل دلوقتي الكريمة. هاخد نص كوباية كريم شانتيه وهاخد عليها معلقة كده سكر. مش هاخد بقى سكر كتير عشان انا مظبطة السكر في الكاستر. وهاخد كمان تلت كوباية باستري او نص كوباية زي ما تحبي. وهاخد عليهم مية ساقعة متلجة. كوباية مية ساقعة متلجة، يعني مش هكتر مية قوي عشان برضو الكريمة دي انا مش عايزاها تكون سايبة، عايزاها تكون كده متماسكة. بعد ما الكريم شانتيه اتضرب هبدأ اضيف عليه بقى الكاسترد. والكريمة دي طعمها غني جدا جدا، بتكون حلوة قوي قوي. بس ما بحشيش بيها التورت انا بصراحة. يعني انا يعني لو حشيت التورت اللي هي الفانيليا من الكريمة دي بخفها اكتر من كده بالكريم شانتيه. يعني ما بسيبهاش مركزة قوي كده. لكن الكريمة دي بحشي بيها الاكلير، بحشي بيها الملفيه. والدوناتس بتكون حلوة قوي. هنحشي بقى الاكلير. انا بفرغه كده باي حاجه، حتى عصايه شيش طاووق او اي حاجه قمع رفيع. ممكن تعمليه من الجنبين، تفتحيه من الجنبين. يعني تحشي من الجنب ده ومن الجنب ده. ممكن تفتحيها زي ما انا عملت كده اول واحده من جنب واحد. وتتاكدي ان الحشوه وصلت لتحت. او تفتحيها بقى من الجنبين كده. بس يفضل طبعا تكون الفتحه من جنب واحد عشان اللي ياكل بس ما يطلعش الكريمه من الجنب التاني. دي شوكولاتة متسيحة. لكل مكعب شوكولاتة 100 جرام بحط له معلقتين كبار من الزيت. علشان بعد كده لما تبرد ما تبقاش ناشفة قوي على الاكلير. لو عايزة احط مكسرات او سبرينكلز او اي حاجة لازم احطها والشوكولاتة قبل ما تجمد على طول، لان احنا في الشتاء يعني اول ما بنحط الشوكولاتة بتمسك على طول. فعشان تحطي حاجة على وش الشوكولاتة لازم تحطيها فورا كده اول ما تخلصي علشان تمسك على الشوكولاتة. ممكن تحطي كريسبي او تحطي اي بسكوت او تحطي مثلا فلوتس، اي حاجة. اي حاجة على الوش كده هتحطيها اول ما تخلصي الشوكولاتة. هعمل الجزء التاني كده بالنوتيلا البيضة. برضو حطلها معلقة زيت، وممكن تكون شوكولاتة بيضة زي ما تحبي. النوتيلا او الشوكولاتة الاتنين حلوين جدا على الاكلير. وطبعا الفينش ده كان حسب اختيار العميلة، هي اللي بعتلي صورة وعايزة الفينش ده. فانا بعمل حسب اختيار العميل. مش دايما بعمل الاكلير بصراحة في الفوري، فبعمله لما حد بيطلبه مني. ولو اتبقى منه حاجة بتكون برضو بنفس الفينش اللي هما مختارين. الدستة دي اتباعت ب 300. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير.